مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
سابقا في الأب الروحي. يبقى مين بقى اللي عمل فينا كده؟ متولي وجلال. جلال سافر بس اهله هنديهم له لما يرجع لنا بالسلامه. زين العطار مين يا ابني اللي بيتاجر في السلاح؟ احنا مش قد زين العطار. ما هو لو كل واحد قال كده في البلد دي هتبقى عزبه. انت هترجع تشتغل معايا تاني؟ عم هاشم احنا اتكلمنا في الحوار ده قبل كده وجبرت. بكفاياك يا عبد الله. معلش يا عم صبري، ما انت عارف ابنك طول عمره بيحبني من واحنا صغيرين. انا عارفه انك بتحبهم مع انك مش مبين لهم ده يا صالح. محدش بيختار اهله. قوم يا ابني روح مع عمك سليم، خد بطار عمك وانا هاخد عزاء. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ زكريا لو قربت من هنا انا وهو هنموت. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ سامحني يا ابن عمي، بس الطار لازم يتاخد. قضي الأمر. مالك يا آية في ايه؟ صلاح ما جاش العزا وبكلمه وما بيردش عليا. عادي يا بنتي ما تقلقيش، يمكن جه وانتي ما خدتيش بالك. هو اصلا قالك ان هيجي؟ اه اخر حاجه قالها لي على الواتساب انه هيقابلني هنا وبعدين هيروحني. طب يمكن بيجيب حاجه من جوه، ما تقلقيش بقى. اصل انت مش شفتيش اللي انا شفته يا مي. انا خايفه وقلقانه قوي. انتي كده اللي خوفتيني. هو انتي شفتي ايه؟ تخافيش، تعالي. ما تخافيش، تعالي 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 تعالي. ايه دي؟ هناخدها معانا. متأسفين يا صالح بيه، يعني المكان مش قد المقام يعني لاستقبال سعادتك، لكن هنعمل ايه بقى؟ متورط وموضوع لا ليك فيه ولا حاجة أبدا. سامحنا على الطريقة اللي رجالتي يعني خدوك بيها عشان تيجي تزورني هنا. ورطت نفسك في حاجة انت مش قدها. انت صعبان عليا قوي. يا زكريا بقاء لله في عمي شريف. حياتك الباقية يا ابني. عبد الله اتصاب وجبنا المستشفى، ان شاء الله هيبقى كويس. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون. نزف دم كتير ويحتاج نقل دم، ويا ريت يكون بسرعة. انا فصيلة دمي نفس فصيلة دم عبد الله، حضرتك تقدر تنقل له دم من عندي. طيب ناخد عينه، اتفضل معايا. عمي خلي بالك من البنت اللي في العربية أرجوك. طيب اتفضل. دكتور، طبعا يا دكتور انت فاهم بالظبط هتعمل ايه. فاهم يا سليم بيه، هيخرج النهارده من غير ما نعمل محضر. المهم ان ننقل له دم بسرعه. طب يلا اتفضل اتفضل.
اكرم عاوزك ضروري. ايوه مع السلامه. استغفر الله العظيم. خير يا باشا؟ متولي الشريف اتصفى هو ورجالته في فيلته، عاوزك تاخد رجالتك وتطلع لهناك، وقبل ما تروح هناك تجيب الملف بتاعه ليا. هو زين العطار هياخد طاره بسرعه كده؟ ما اعرفش يا سيدي، هو متولي الشريف حد عادي؟ راجل اعمال مهم، الدنيا كلها هتتقلب. احنا عاوزين نتابع الموضوع اول باول، اول ما تعرف اي حاجه تتصل بيا، مش عاوزك تتصرف اي حاجه من دماغك، فاهم؟ اتفضل. تمام عليك. استغفرك يا رب واتوب اليك. انت هتقعد هنا عندي يومين ثلاثة كده معزز مكرم. امال ايه؟ ده انت ابني الكبير، احنا نقدر نعمل حاجة في ابني الكبير يا عم الصالح. ما تقدرش تعمل لابن الكبير حاجة، لكن تحاول تقتل الكبير عادي، صح؟ ندمت وحياة راس ابوك الغالي، ندمت يا راجل. ده انا كنت هسيب البلد واهرب منها، بس عارف ما لحقتش. ابوك واخواتك خطفوا ابني وعاوزين يخلصوا عليا، وانا مش عايز اموت دلوقتي، ملهاش مزاج، مش وقته. فقلت تخطفني وتقايد بيا. برافو عليك، ما انت بتفهم اهو. تمام. متولي كان عاوز يخطفك بس انا عرفته وسبقته. انت عارف متولي دلوقتي الله يرحمه الفاتحه على روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. امين، وانا مش عايز احصله. وانت لا ليك لا في الطور ولا في الطحين، هتشيل شيله ما انتش عايزها ولا هي ليها لازمه بالنسبه لك. انت اللي هتشيل يا جلال، عشان زين العطار بيقطع دراعه قبل ما يتلوي. يبقى ما خسرتش لوحدي، صح؟ لا مش صح، لان انت كده يا جلال ما تعرفش عيلة العطارين كويس. احنا ملناش طلبات يا صالح، احنا كل اللي عايزينه معاهد السلام يا سيدي، ونجدد العهد يلا زي بعض. وانت تمنك غالي عند الزين، وهي فرصة يا سيدي نعرف انت غالي عنده قد ايه يا صالح. اشمعنى انا اللي ادق؟ بتعملوا معايا كده ليه؟ بس بقى استنى يا امير. بقول لك يا حسن، شفنا انت النهارده يا صاحبي. البنتين؟ الواد ده بيكذب عليك على فكره، احنا ما شفناش حد. ايه يا عمار؟ ايه يا حبيبي انت ليه كده؟ واحنا هنبص لك فيهم؟ هي فراخ. يتبص فيهم وعليهم، دول بنات يا معلم، بنات. طيب اتكلمت معاهم؟ لا طبعا، زي المره اللي فاتت كده، كانوا بيجيبوا اكل ابوهم صاحب الدكانه، انت عارف عم حمزه راجل عصبي، شافنا بنبص عليهم زعلوهم دخلوا جري. بس بقول لك ايه، حته بنتين فيهم كل حاجه، حلوين قوي. يا عم احنا اي بنات بالنسبه لنا بنات حلوه، احنا بنشوف بنات غير كل 10 سنين مره. هو شرط الدار هنا ان احنا نترهبن ولا ايه؟ انا عايز اتجوز يا جماعه، جوزوني. يا ابني مفيش حاجه تمنعك من الجواز بجد والله العظيم. عايز تتجوز سيب الدار وروح اتجوز، وهل عزيز تبقى وفرت اكلك ل10 من عيال الدار. شكرا قوي يا عمار. العفو. انتوا بتعملوا معايا كده ليه يا جماعه؟ ولا اهدى بقى شويه، محدش عامل معاك حاجه اصلا، اهدى. هو انا هاجي معاكم المره اللي جايه ينفع؟ طبعا يا صاحبي، طبعا. لا اصل انا وامير بس اللي بنجيب الموان بتاعه الاكل. خليك في شغلك يا حسن وسيبنا احنا كمان نشوف شغلنا. عنده حق، خليك في شغلك يا حسن. عمار ايه؟ خدني معاك انا المره الجايه. حمار. ايه يا اسطى؟ عمار. مش كده. يا جلال انت اتجننت ولا ايه؟ ما لقيتش غيري؟ قلت لك 100 مره ماليش دعوه بالحدوته دي كلها. اسمع يا سيف، اسمعني كويس. انا مش ممكن ابدا هسيب زين العطار يقتل ابني وبعدين يخلص عليا واقعد اتفرج عليه يا سيف. باشا وانا مالي؟ انت اللي سليت دماغك لمتولي. وبعدين انت قلقان من ايه؟ كده كده زين العطار مش هيسيبك. عايز تجيب رجل انا ليه؟ اسمع يا سيف، انا كل اللي انا عايزه منك انك انت تبلغ زين العطار ان ابنه عندي، وان انا لا يمكن هسيب الموضوع ان انا عايز اقابله، ونعمل معاهده سلام وكل واحد يروح لحاله، وخالتي وخالتك وخالته، واتفرقت الخالات يا حبيبي. انا بفهمك، وانت هتعمل اللي انا بقولك عليه، ولو انت ما عملتش اللي بقول عليه انت حر. انا مش هبقى على حد يا سيف، هخلي الدم والله العظيم 3 للركب، فاهم؟ انت بتهددني يا جلال؟ انا قلت لك اللي عندي. مع السلامه يا استاذ. اسمها ايه؟ معرفش، ما لحقتش اتكلم معاها من ساعه ما اخدتها. اسمك ايه يا حبيبتي؟
تخافيش. عايزة بابا. انت اكيد مش بنت متولي. طيب ما تخافيش، مفيش حد هنا يعمل لك حاجه، ما تخافيش. هو حصل ايه؟ مش وقته. خديها هات لها حاجه تلبسها وشوفي لو جعانه. يلا روحي، ما تخافيش. زكريا، ايوه يا امي. برضه نفذتوا اللي في دماغكم؟ غصب عنه. انا بكره الدم. خلاص يا امي، الدم بعد عنا. مين البنت الصغيره اللي كانت داخله في ايدك؟ معرفش، بنت جبتها من فيلة متولي لقيتها هناك. بصراحة هربيها. تربيها؟ تعرف هي ممكن تكون شايله دم مين؟ يبقى في رقبتك دم دساس. نفسي في عيل يا امي. بصراحة البنت خطفت قلبي. انت عارفة ان ربنا ما كرمنيش بالخلفة. عن اذنك. عمري ما شفت شريف ده، بس هو كان بيحبه وبيتكلم عليه كتير. يا ريته كان هو اللي مات، بس يموت ازاي؟ عشان تعرف ان دعوتي مستجابه. بدعي عليه ليل نهار ربنا يحرق قلبه زي ما حرق لي قلبي على ابويا. بس انت عرفت منين؟ خد يا اما مشي نفسك بدول لحد ما ربنا يبعت جديد. بس ما قلتليش مين اللي قالك؟ هاشم الدهب يا اما عدى عليا النهارده في الحاره وهو اللي قال لي. طب استنى يا واد، كلمني. وكان عايز ايه؟ هيكون عايز ايه يعني يا اما؟ عايز اللي بيعوزه كل مره، عايزني اروح اشتغل معاه. قلت له ايه لما قال لك كده؟ قلت له افكر يا اما. ومن كل الناس دي ما اخترتيش الا ده. انت ما تعرفيش صالح كويس. ومش عايزه اعرفه. انت عارفه انت بتحكي لي عن ايه؟ عن موت وقتل ودم وسلاح. دي عصابه. انت ورطتي نفسك على فكره. وبعدين تعالي هنا، مش بعيد صالح بتاعك ده اصلا يكون بيضحك عليكي؟ يا بنتي ده اتربى وعاش وكبر وسطيهم. بقول لك ايه، انا اعرف كويس قوي اذا كان بيضحك عليا ولا لا. انا بحب صالح. انا كنت فاكره نفسي مش هعرف احب تاني بعد موت رامز، وبعدين هو وعدني انه هيكون بعيد. خلاص احنا اتفقنا ان احنا هنسافر مع بعض. قفلي على الموضوع ده. فتحي بقى عامل زي الشوكه في الزور يا ناديه. ما تاخده واحده واحده. مالك قافش كده ليه؟ ما انت طول عمرك بتشتغل وبتعمل اللي في دماغك. بس المره دي اللي في دماغي كبير. عايز اقعد في حته رايقه لوحدي. وايه بقى اللي في دماغك يا نور عين؟ اغير شكل الفن على الكوكب. مزيكا جديده، الحان فتيقه. كوكب؟ هو انت رجعت تشرب الهباب اللي انت كنت بتشربه قبل كده؟ انا ما بطلتوش اصلا. يا رب عوض عليا عوض الصابرين. انا ماشيه يا اخويا. اوعى كده، انا قايمه. اوعى. انا اللي بكره هبقى، شوفوا اسمه تبقوا. السلام عليك يا ابو الليف. قوم يا واد، قوم يا واد، ما تستعبطش. قوم قول لي ناوي تعمل ايه؟ عايزه ايه يا اما مني؟ انا ما نمتش بقالي 3 ايام ودماغي مش فيا. هتنام غير اما تقول لي ناوي تعمل ايه؟ في ايه يا اما؟ هاشم الدهبي هتروح تشتغل معاه ولا لا؟ ما قلت لك هفكر. مفيش تفكير. من بكره تروح تشتغل معاه. هاشم ما كانش هيجي لك تاني بعد المصيبه السوداء اللي انت عملتها معاه اخر مره، الا اذا كان عايزك بجد وعايز منك حاجه. دي فرصتك. اكبر واتعلم عشان تعرف تاخد حقك من اللي ابوك زين حرمك منه سنين ورماك زي الكلب قبل حتى ما تتولد، سابك للرصيف ينهش في لحمك. بتضحك عليه يا واد؟ انت هتجنني. اصلك بتقول ابوك زين، دلوقتي زين بقى ابوك خلاص؟ اقول عليه ابوك بس لما يجي سيره حقك وحق جدك منه. غير كده ده كلب وسخ ما يستاهلش غير موت الكلاب اللي هتبقى على ايدك يا ابن هناء. ماشي يا اما، تصبحي على خير. زين، صالح ما جاش العزا ليه؟ ما تقلقيش يا جيهان. يعني ايه ما قلقش؟ ما انا بطلبه ساعات تليفونه مقفول وساعات ما يردش خالص. هو في ايه؟ مالك؟ في ايه؟ حاسس ان ضغطي عالي. ناوليني ده الضغط.
بعد الشر عليك، ليه كده بس؟ اتفضل. اطلب لك الدكتور؟ اللي عندي ما يداويهوش الاطباء. بعد الشر عليك، امال ايه اللي يداويه بس؟ يداويه قربك يا شريكة حياتي. شريكة حياتك بس؟ شريكة حياتي وحبيبتي وسندي. محدش يقدر على حزني غيرك انت. انتوا مين عايزين مني ايه؟ عاوزينش منك حاجة. عاوزين ابوك. جايين ناخد ابطارنا من ابوك. انت مالكش فيه. اقسم بالله ما هسيبك. طب لما تقوم بالسلامة الاول فرهدنيش. بقول لك ايه؟ كلها ربع ساعة والحكم عليك هيجيني. يا هتموت هنا يا هقتلك هنا. اختار لك حاجة من الاتنين. ربع ساعة الجاية دي عايزها تعدي عاد من غير مشاكل. ماشي يا مروان بيه؟ بص لهناك. بقول لك ايه؟ تعرف لعبة الصوابع؟ ها؟ لعبة الصوابع دي لعبة جميلة قوي. فجأة تحط صباعك كده. لا يا سعادة الباشا، أنا مش قد كده، أنا أحب اللعب الخفافي. ألعب وأكسب إنما من بعيد لبعيد. أنتوا كده هتدخلوني معاكوا، يعني لا مؤاخذة الطرطشة هتبخ في وشي. محدش هيخلص الموضوع ده غيرك أنت. زين حطينا كلنا في البلاك ليست، ولو صالح ابنه ما رجعش المسألة تبقى خلصت وهتجيب ضرافها. لا تجيب ضرافة على أي حد يا سعادة الباشا إلا أنا. ليه يا حبيبي؟ ما أنت شغال معانا، أنت عارف زين مالوش في الصنف، وإحنا اللي بنسلك لك كل حاجة، ولولانا إحنا كنت زمانك أنت دلوقتي صبي من صبيان متولي. وبعدين أنا رايق، مش لازم تقول لي زين، قول لي سليم مثلا، صاحبك وبيسهر معاك كل ليلة. اقعد اتكلم معاه كده، قول له الدنيا تهدى، مروان يرجع لجلال وصالح يرجع لزين، ونقعد مع بعض كده قعدة رجاله والدنيا تهدى. طب يا سعادة الباشا أنا كان ليا طلب يعني. لا ما بحبكش وأنت كده، مش عايزة تمشي معايا طلب بطلب، كده تخسر كتير. ماشي يا كبير، ربنا يقدرنا على فعل الخير ونبقى نطلب بعدين. وبعدين برضو عشان تصلح غلطتك اللي فاتت، مش انت قلت لي ان مخازن زين مليانه سلاح؟ حبايبنا بقى راحوا وقلبوا الدنيا، ملقوش ولا حته. يا سعادة الباشا ما انت عارف زين العطار كويس. الله، وانت تايه عنه، اكيد غير المكان والميعاد. وبعدين انا كل مهمتي اني بصطاد المعلومه وهي طايره وابعتها لكم مخدره. خلاص يا عم الصياد، نفذ اللي اقول لك عليه. معلش يا محسن دقيقة وهبقى معاك. لا ولا يهمك يا سيدي، مبروك مقدما. الله يبارك فيك. انا اصلي شاغلني شويه حكايه تصفيه متولي الشريف في فيلته. دام لله. وانت ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده خالص؟ لا ما اعرفش، انا اتبلغت زي ما بلغك كده. مش ملاحظ ان هي يعني صدفه غريبه شويه ان متولي الشريف يتقتل بعد موت شريف العطار الله يرحمه؟ صدفه غريبه فعلا. انا ما اعرفش عن زين العطار ان هو بيحب يلف ويدور، اللي اعرفه عنه ان هو طول عمره راجل دغري. طب ما تيجي دغري يا محسن. انا اصلي لما كنت في الحزة ما تخيلتش لا بزكريا ولا سليم. الموضوع اصلا يعني شاغلني شويه. هي دي زياره ولا استجواب؟ يا زين في ايه؟ الله، زياره يا اخي، صديق بيزور صديقه، فيها حاجه دي؟ والصديق اللي بيزور صديقه يوجه له اتهامات كده؟ يا عم انا مش جهه اتهام. الله، انا شايف ان الحكايه دي يعني هتقلب الدنيا، الحكومه مش هتسكت. رايي الشخصي ان اللي عمل العمله السوداء دي
يسلم نفسه احسن. الحكومة تعمل ما بدالها بعيد عني، اللي يخصني ما يلزمهاش. ورأيي الشخصي برضو إن الحكومة تركز مع متولي الشريف أحسن. متولي كان راجل أعمال كبير وليه أعداء كتير، بس اللي بيلعب بالنهار لازم يتلسع منها. زي ما انتوا اتلسعتوا منها، صح؟ ما تخلقش لسه يا محسن اللي يقرب النار من العطارين. انت عارفنا كويس. انا عارفكوا كويس قوي. عارفكوا ان انتوا ناس بتحبوا البلد دي. معلوم بنحبها. واللي يحبها يعمل كده برضه في واحد من رجالتها. متولي عمره ما كان من رجالتها. صدقني من مصلحة البلد دي اننا نرجع تاني صف واحد زي ما كنا. الله، جري يا زين، تهديد ده ولا ايه؟ شوف يا محسن بيه، لا اجي عليكم ولا تيجوا عليا. كل واحد يلزم حدوده احسن عشان الكل يرتاح. والله نورتني النهارده. ميرسي. بتعملي ايه؟ كنت ببعت لأنور. أنور ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ انت مش واخده بالك ان في عزا في البيت؟ ياسمين، وايه العلاقه؟ ما انت بتكلمي اياد. بقول لك ايه، زي ما بتدخلش في حياتك انت كمان ما تدخليش في حياتي. انت سمعتي ان صالح وزكريا ما جوش العزا؟ ياسمين خلاص بقى، ياسمين ما تزعليش. سمعت ان الايام اللي جايه هتبقى وحشه قوي. بابا يعين علينا حراسه في الرايحه والجايه. والله كده نتحبس احسن لنا. ياسمين انا خايفه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش. في ايه يا رايق؟ مصيبتي اللي هتحصل. بعدين راعي ان انا مش المفروض اجي لك هنا النهارده بالذات. شريف لسه دمه ما بردش. ايه يا سليم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين مال الحزن ومال المزاج. البني ادم لازم يعمل مزاجه كويس عشان يعرف يحزن بضمير. قصر ولخص. جايبني ليه على ملا وشي يا فتحي؟ صالح ابن اخوك. ماله صالح؟ بخير وزي الفل، ما تقلقش خالص. تشرب كاس عشان نعرف ناخد وندي في الكلام. وماله؟ يا عبد الله ما تتعبش قلبي معاك، نقعد الليله ونمشي بكره. مش هقدر استنى، لازم امشي دلوقتي. بطل عناد، الجرح كبير والدكتور قال انه ممكن يرجع ينزف تاني ويجي بسلامته ونقل دم تاني. لا يا سيد الله الغني. زكريا يبقى ابن عمك يا عبد الله، مش عدوك. بطل تعاديه يا حنين، والنبي نفسي حد يسجل لك الكلمتين دول عشان لما زكريا بيبقى الكبير بعد موت عمك شريف يفرح ويعرف انه له ابن عم حنين، وساعتها هتعرف انا بكرهه ليه. لما يدوس على رقبتنا كلنا بجزمته ومحدش فينا يقدر يفتح خشمه. ربنا يدي عمك زين طولة العمر يا عبد الله. طولة العمر؟ عمك زين لون انه بيجاوح، كان زمانه مات من زمان. ما يغركش الهبه الكدابه اللي بيرسمها على العيله دي هبه كدابه. عمك زين المرض مص دمه، واللي باجيله حلاوه روح. روح شوف لنا الدكتور، خلينا نمشي من هنا. ما طايقش اقعد ودمه في دمي. انت لسه هتبص لي؟ ما تروح. يا ابو علي، كان قلبي حزن مش هيجي لك نوم. في ايه مالك؟ عادي يعني يا عم، بفكر بس. طب احكي لي. أول مرة أشوف الموت وأقرب منه أوي كده. أول مرة ممكن، بس أكيد كنت مستنيه يعني. بس مش بالشكل ده يا عزيز. عيال كتير أوي ماتوا
خدوا السلاح وخرجوا يضربوا نار على ناس هم مش عارفين هم مين ولا بيموتوهم ليه. الله يرحمه. بس احنا كنا بنتدرب عليهم ده يا حسن وكنا مستنيين. هي عندك حق. وانت لازم تكلم زين العطار برضه، لازم تفهم منه ايه اللي حصل ده وايه اللي هيحصل بعد كده. زين العطار؟ ليه؟ انت فاكرني زكريا ولا صالح؟ انا حتى معيش رقم تليفونه. انا من هنا عزيز وهفضل هنا. ماشي يا عم. مفيش حاجه تانية مضايقاك؟ حاجه تانية زي ايه يعني؟ مفيش حاجه تانية. ست الحسن، الشاطر حسن. لا خالص، انا يا ابني انا ما شفتهاش اصلا غير مره واحده ومن ظهرها. بس انت عارف اوقات كتير قوي بقعد اتخيل عينيها وهي بتبص لي، ملامحها، ضحكتها. بقعد اتخيل واحنا ماسكين. يا عم اسكت بقى، دي كلها احلام. يلا يلا خلي اليوم ده يعدي على خير. ماشي يا عم. يلا. قلت لي عينيها وايه تاني؟ يلا اهدى بقى. انا كنت عايز اعرف ايه بالظبط. عالمين 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 يا ابن الوطين عالمين. كنت جاي تغني روح اسأل قبلنا مين. ما تروحش تبيع المية لعيلة العطارين. وبعدين انا خلصت كل الاغاني والوقت اتاخر. هنعمل معاك ايه يا اسمك ايه؟ كلها نص ساعه والشمس هتطلع. وبصراحه انا زهقت منك، قعدتك ما تلزش، واحساسي بيقول ان ابوك طفش نفد بجلده وساب جلد ولده. يا ابوي الدنيا بقت صعبه قوي، الاب يضحي بجلد ابنه. يا راجل ده لو خروف ما هيفرطوش في جلده، بيعملوه سجاده. معلش هنقولوا ايه عاد. ابوك نفسه يا مروان بيه ما عاوزكش تعيش. كل اجل كتاب بقى يا مروان بيه. استنى طيب، هتعمل ايه طيب؟ هعمل ايه؟ نطلع مسدس اعمل ايه؟ ده حقيقي على فكرة. ايه هروش مية؟ ابوس رجلك استنى، وبقاله ظهورك هيكلموك صح؟ طب ما على يدك اهو يا مروان بيه، محدش كلمني. اوعاك تكون شاكك ان انا عامل الموبايل سايلنت. لا يا مروان بيه، محدش كلمني، قالوا لي حطه في المخزن واستنى، وفضلت مستني فوق ما انا مستنيين. استناني عاد. وبصراحة يا مروان بيه الدكتور قال لي يا فارس اوعاك تقتل على معدة فاضية. وانا بصراحة بدأت اجوع، والجوع كافر. يرضيك اجوع كافر؟ انطق الشهادة بقول لك. ابوس رجلك انطق. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. تعملوا معايا كده؟ مفيش طلبات؟ معلش يا مروان بيه، الزهق وحش، وانت الصراحة قعدتك ما تلزش، يعني زهقت بسرعة. انت ما بتضحكش ليه؟ صدقت انه هيموت صح؟ جواك مصدق. هو نفسه صدق. عالمين 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 عالمين. صالح اخوك ما جاش العزا، امك قلقانه عليه وانا لازم اعرف هو راح فين. صالح اخويا ما جاش العزا؟ باقي في حياتك يا زين. حياتك الباقي يا سليم. صالح اخويا ما جاش العزا. صالح عند جلال العلايلي بيطلب منك السلام، يا اما روح صالح قصاد روح ابنه. مدام زين قال نجتمع في قصره يبقى يدينا الامان بقى. وليه ما تقولش انه عايزك معانا كلنا عشان يخلص مننا مره واحده؟
زي مذبحة القلعة بتاعت محمد علي. باشا أنا قلبي مش مرتاح، حس الأمن بيقول في حاجة غلط. خلاص يا هشام بيه، اللي تشوفه سعادتك. مفيش اخبار عن صالح؟ جاي ما تقلقيش. طب قول لي بس هو فين؟ جلال خطفه، عاوز يقيضني بيه على ابنه عشان ابنك ما بيسمعش الكلام وماشي من غير حراسه. رجع له ابنه عشان قلبي انا ما يتحرش على ابني. حاضر. فاكر يا زين اول ما اتجوزنا انا طلبت منك ايه؟ اترجيتك ما تخلينيش اعيش معاك في خوف وقلق زي ما كنت عايشه مع ابويا. فاكر انت ساعتها قلت لي ايه؟ قلت لي عمرك ما هتعمل كده عشان عيلتك اهم حاجه عندك، انا وعيالك الكتير اللي عاوزني اخلفهم لك. ساعتها وعدتني ان عمرك ما هتخلي قلبي يوجعني على عيل من عيالنا. نفذ وعدك يا زين. دلوقتي اللي عاوزه ربك هيكون. زين جمع كل تجار السلاح الكبار في القصر بتاعه، وده بعد موت متولي وشريف. يبقى اكيد في حاجه، يا اما هو عاوز يملي عليهم الشروط الجديده بتاعته، يا اما عاوز يعملها مذبحه بقى زي مذبحه القلعه بتاعت محمد علي. طب واحنا يا باشا ملناش دور في الموضوع ده؟ للاسف ما قدمناش غير ان احنا نقف ونتفرج وبس. نورتوا بيت العطارين.